هاي، انا ساره. اول مره تشوفوني انا بقدم فيديوز ازاي نطور من نفسنا ونكون احسن نسخه مننا. فيديو النهارده هو مهم جدا لان هو يعني بيمسنا كلنا. هو ان احنا ما بنعرفش نختار اولوياتنا او مش بنعرف نختار الاولويات الصح. اول حاجه فكره ان يعني ايه اختار اولوياتي، يعني انا عندي 10 حاجات النهارده هعملهم في اليوم، المفروض بختار فيهم اول 3 حاجات، دول يتحطوا الاول، دول المفروض اعملهم، وبعد كده الحاجات التانية ممكن تيجي تحتهم. ده معنى ان انا اختار اولوياتي. طب يعني ايه اختار اولوياتي بقى وازاي اختار اولوياتي؟ يعني انا عارفه ان النهارده في 3 حاجات مهمين جدا لازم اعملهم، واولهم بتبدا من اول حاجه مهمه عندي انا كاتباها، والافضل ان احنا نكون بنكتب بصراحه. انا كاتباها عندي مثلا في النوت ان انا عندي 3 حاجات النهارده هعملهم. ال3 حاجات دول لازم هقول ان انا مش هخلص اليوم غير لما اعملهم، وانا بلتزم. وفي فيديو تاني ازاي نبقى ازاي ملتزمين بالحاجه اللي بنقولها، بس لازم التزم. يعني ما انا كل يوم ممكن اقول كل يوم انا هعمل الحاجات دي، وكل يوم بكره وبعده وبعده ما بعملش. ليه ما بعملش؟ دي بقى فيديو تاني. لكن فكره ان انا التزم، يعني انا بقول النهارده عندي 3 حاجات، فال3 حاجات دول اليوم مش هيخلص غير لما اعملهم. ازاي بقى؟ مش ازاي، هو خلاص كده انا كاتباهم النهارده فلازم اعملهم. في 10 حاجات في اليوم، انا اخترت اول 3، ال3 دول مهمين قوي فلازم يخلصوا. دي معنى ان انا اختار اولوياتي. تاني حاجة ان احنا كتير مننا بيفضل اولويات الناس كلها عن الاولويات بتاعتنا احنا. بنختار كتير قوي ان احنا مثلا دلوقتي الاولوية ان انا اقعد في البيت واسمع دلوقتي مثلا كورس عليا او حاجة. لا، انا هنزل اخرج مع اصحابي. يا حبيبتي اتعلمي اختاري اولوياتك، لان لو انت مش بتختاري اولويات نفسك محدش هيجي يقولك اختاري يا حبيبتي الحاجات دي واعمليها. يلا يلا، انت عندك دلوقتي محاضرات المفروض تسمعيها، يلا انت عندك دلوقتي كورس المفروض تحضريه، يلا انت عندك امتحان لازم تذاكري له. لا 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 يا ماما فوقي. فلو انت من وانت صغيره، وده الافضل ان انا اكون متعود ان انا اختار اولوياتي. ولو انا عندي اخواتي عندي عيالي افهمهم يعني ايه اختار اولوياتهم، يعني ايه ابدي نفسي حبه عن الناس. ومش معنى كده ان انا ابقى وحشه وانيه او سميها زي ما تسميها، لكن ان انا لما اختار اولوياتي دي حاجه مهمه قوي ولازم اتربى عليها ولازم افهمها. ولو انت طلعت من البيت مش فاهمه يعني ايه اختار اولوياتي، لا انا بقول لك اهو يا حبيبتي ان انا اختار الحاجات المهمه عندي واعملها، حتى لو على حاجات الناس اللي حواليا. بمعنى ان انا لو انا عارفه ان دلوقتي هنزل اخرج مع اصحابي ولا اقعد اذاكر في البيت، لا انا هقعد اذاكر عشان انا عارفه ان دي اولويه ودي حاجه مهمه عشان عندي امتحان مثلا بكره. طب هنزل اخرج مع اصحابي، لا دي بقى مشكله عندك ان انت مش عارفه تختاري اولوياتك، دي حاجه لوحدها. انا دلوقتي عارفه ان انا دلوقتي عندي المفروض قدامي ساعتين واخلص التارجت المعين اللي قدامي ده، فيجي حد يتصل بيا، مثلا صاحبتي من زمان او عموما حد بيتصل بيا هيقعد يتكلم وانت عارفه ان هو هيقعد يتكلم، فتردي انت بقى عليه، تقعدي معاه بقى 3 ساعات تخلصي ولا عملت التارجت وتخلصي الساعتين اللي عليكي والدنيا باظت فوق دماغك. ليه؟ عشان انت مخترتيش اولوياتك الاول. وانا مش بقولك خليكي انيه، انا بقولك ازاي تختار اولوياتك. فانا لما اتصل بيكي، اي حبيبي عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. بصي يا قلبي انا مش عارفه اتكلم معاكي دلوقتي، ممكن اخلص بعد اخلص الشغل اللي عليا او الحاجه اللي عليا دلوقتي، انا هبقى اكلمك تاني. معلش يا حبيبي وكان نفسي اكلمك وميرسي خالص وباي باي وخلاص وخلصنا. مش احنا بقى بنقعد نرغي ساعتين ونتكلم ونخلص، والساعتين اللي عليا المفروض اقعد اعمل فيهم حاجه راحوا. دلوقتي انا عندي مثلا دلوقتي ان انا هقعد دلوقتي هعمل حاجه معينه برضو، فيجي شخص يفصلني ويقعد مثلا يتكلم في حاجات ملهاش لازمه وهقعد اسمع له. حلو ان احنا نسمع الناس اللي حوالينا، بس لو الكلام اللي بيقوله مش اولويه انك تسمعيه دلوقتي وعندك دلوقتي حاجه تخلصيها، لا اقعدي خلصي الحاجه اللي عليكي. لو انت حد بيتصل بيكي يقولك يلا ننزل عشان نشتري حاجات وانت عارفه انك دلوقتي عندك حاجه المفروض تعمليها تانية، اقعدي اعملي الحاجات التانية. فخليكي اولويه من ضمن الاولويات اللي بتقعدي تحطيها للناس كلها. يعني انا بقعد مع ناس يا رب يا جماعه ممكن يقعدوا يتكلموا في الاسبوع كله عن اللي هيعملوه مع الناس كلها. يعني هي النهارده هتخرج مع كذا، بكره هتقعد مع الشخص دوت، بعده هنشوف مين في الشغل اخر حاجه فهتروح هي تعملهم. الاسبوع كله هي بتجري للناس كلها ومستنيه اسمع منها بس حاجه واحده هتعملها لنفسها. ما بسمعش، ما بتختارش نفسها في كل حاجه. ليه؟ انا يعني مش عارفه، ممكن تكون قله وعي، ممكن تكون انا مش متعوده. انا المفروض يعني ايه اختار اولوياتي، يعني ايه اختار ان انا ابدي نفسي عن حاجات كتير قوي ملهاش لازمه. مش لازم يبقى اشخاص على فكره او حاجات من اشخاص، لا انا ممكن ابدي نفسي ان انا اختار بعد اذنك ان انا دلوقتي هقعد امسك التليفون شويه ولا هقعد اخلص مثلا شغل البيت الاول. لا، اخلص شغل البيت الاول. فقيسي بقى على كده على حياتك كلها.
يعني لما في قاعده انت ملهاش لازمه تنزليها دلوقتي، اقعدي خلاص اللي عليكي. لما يكون في ناس ملهاش لازمه هتقعدي تكلميهم في التليفون بالساعات، وده اكتر حاجه بنشوفها، ما تقعديش تتكلمي معاهم، اقعدي شوفي اللي وراكي. خلصي انت حياتك الاول بدري، وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه، اخرجي واعملي اللي انت عايزاه واتبسطي براحتك، اتكلمي براحتك، دي حاجه هترجع لك. بس اعملي بقى اللي المفروض يخلص الاول. ليه؟ عشان احنا بنقع في مشكله التسويف من هنا. لو انت بصيتي اليوم بتاعك 24 ساعه وانا يوم 24 ساعه، ليه انا ممكن اكون احسن منك او انت احسن مني؟ هي فكره بس ان انا بختار اولويات اعملها النهارده. انا عندي ان انا اولوياتي مثلا لازم اروح بدري النهارده 3 ساعات عشان أنا مثلا عندي تصوير فيديو، او ان انا عندي مثلا حاجه المفروض اخلصها عشان هتتاخر لو انا ما عملتهاش. فانا عارفه ده وده في دماغي. هل بقى اقعد بره مثلا لغايه بعد 3 4 ساعات متاخراهم، فهرجع هنام، فمش هصور الفيديو بتاع النهارده، فمش هخلص الحاجه اللي المفروض كنت اخلصها؟ ليه؟ عشان انا ما اخترتش ان انا اختار الحاجه اللي مهمه الاول. فاختار الحاجات الاهم الاول، وبعد كده اللي اقل منها تيجي بعدها. ده بعيد عن الترفيه، ده بعيد ان انا بسوف بسبب ان انا بختار اولوياتي ما بعملهاش. يعني ممكن اختار اولويات الناس كلها اعملها، كل شخص عايز حاجه اعملها، واجي بقى لنفسي بقى منهكه ومتعبه وطاقتي خلصانه ومش قادره. ليه؟ عشان ممكن 24 ساعه بتكلم مع صاحبتي اللي على طول طاقه سلبيه، على طول حاسه ان الدنيا سودة، على طول بتحكي لك مشاكلها السودة. يعني عارفه اللي هو سوداء كده، يعني حاجه غريبه، يعني دراما دراما. عارفين اللي هو 24 ساعه هي بتتكلم على حاجات وحشه بس، وانت متضطره تسمعي لها عشان انت صاحبتها. لا، انت ممكن تفصلي تقولي لها معلش يا قلبي انا هقفل معاك عشان عندي حاجات دلوقتي اعملها. هتقولي هتزعل، تزعل. ما هي يا اما هي تزعل يا اما تزعلي على حياتك برضو كلها، وساعتها انتوا الاثنين مش هيبقى لكم غير بعض انك تقعدوا تحكوا لبعض الكوميديا السوداء والدراما السوداء اللي بتقعدوا تحكوها سوا. فلو انت عندك شخص كده، لا 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 بجد، يعني انت حياتك كلها هتضيع وانت بتقعدي تتكلمي معاها. حياتك كلها هتضيع وانت بتنزلي مع ناس 24 ساعه عايزين يبقوا تحت، عايزين يبقوا شوبينج على طول، عايزين يبقى 24 ساعه مش بيعملوا حاجه مهمه. فلو انت مع ناس كده، انت افصلي عنهم شويه، شيء طاعي معاهم، افصلي بس عنهم شويه في الوقت اللي المفروض تقعدي فيه في بيتك تخلصي فيه حاجاتك. ازاي لما ابقى بختار بين حاجه وحاجه لا اعرف اختار الصح، لا بختار على الاساس الاهم بالنسبه لي. فالاختيار الاولويه مهم جدا، ولو انت ما اخترتيش لنفسك محدش هيختارك كده كده. فلو انت ما اخترتيش ان انت تبدي مصلحتك، معلش مصلحتك الاول، وبعد كده الحاجات التانية ملهاش اي لازمه. ان انت لو جيتي شفت اليوم بتاعك بيمشي ازاي، هتلاقيه يمكن نص اليوم او اكتر من نص اليوم ضايع ان انت بتعملي حاجات اصلا مش بتفيد في حياتك ولا ليها دعوه بيكي اصلا. يعني لو انت مشيتي كده النهارده يومك بس يوم واحد جربيه، وهتقولي لي يوم واحد بس تاخد النهارده كده، انا بكره هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ وهختار من الاهمهم الاهم، يعني هختار اول 3 او 4 اهم، وبعد كده الحاجات العاديه، تمام؟ وهتمشي بيهم يوم واحد. صدقني قبل ما تخلصي يومك هتكوني مخلصه الحاجات اللي انت عاملاها دي، انت بتعملي تشيك صح، وانت مبسوطه على الحاجات اللي عملتيها، انت مخلصه فعلا الحاجات اللي المفروض تكوني مخلصاهم. انت ما عندكيش تسويف، ما عندكيش تاجيل، ما عندكيش حاجه انت مراكماها في مذاكره، في محاضرات، في اي حاجه بعد كده. ليه؟ عشان اخترت بس يوم واحد ان انا امشي بيه باللي انا كاتباه وهعمله. صاحبتي ترن عليا مش ارد، شخص عايزني مره كده فجاه لا، ضيوف جايالي فجاه لا، اي حاجه جت خارجي 24 ساعه. مش بتبقى الحياه كده، ومش طول ايامنا بتبقى كده، بس علي يبقى جزء من حياتنا ماشي كده. مش كل حياتنا بقى ماشيه تبع الناس ما بتمشيها. اتعلمي اختاري اولوياتك، واختاري ازاي تكوني شاطره ان انا اختار حاجات تنفعني. اتعودي ازاي انا اللي اختار الاولويات ليا مش الناس، وما اعملش كل الحاجات اللي الناس بتعملها معاهم، وانا لما اجي لحياتي انا اكون تعبت وانهكت. فاشوف فيديو جديد اختار اولوياتكم. لو انت ما اخترتيش اولوياتك اللي تخصك اللي هتنفعك اللي هتنجحك، فسوري محدش هيقولك تعالي معلش انت عملت كده النهارده ولا ما عملتيش، انت اخترتي النهارده تعملي ده ولا ما تعملوش. فاختار اولوياتك، واشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. بحبكم قوي، باي باي.